ليه الحي ممكن ينزل يهدي لك بيتك بكره في ثانيه. مشكله كبيره جدا وبتتكرر عشان الناس مش بتبقى واخده بالها من حاجه مهمه جدا، وهي الاعمال المساحيه. انك تبني بيتك كله وتصرف عليه دم قلبك، وفجاه تلاقي نفسك مرحل متر او مترين عن حدود الملكيه بتاعك، تبقى واخد جزء من حدود جارك او حتى واكل حته من الشارع، وتحاول تتصالح. مهما تتصالح مفيش فايده، وفي الاخر مره واحده كل ده يتهد قدامك في ثانيه واحده بس. كل ده عشان ما خدتش بالك من حدود الملكيه بتاعتك. وتعالى اقول لك تعملها ازاي. هنحدد احداثيات الارض بتاعتنا كويس جدا وبالملي، وعشان نعرف نعمل كده هنرجع لخمسه ابتدائي سوا ونفهم ايه الاحداثيات دول من الاول خالص. احنا محتاجين نربط الارض بتاعتنا او المبنى بروبير ثابت، نقطه معلومه لها احداثيات معينه ثابته اكس وواي وزد. تخيل كده ان الكره الارضيه بتاعتنا متقسمه لنقط جنب بعض، وعلى افتراض النقطه الصفر بتاعتنا هو المكان ده، وعايز تحدد النقطه اللي هناك دي بالنسبه لنقطه الصفر اللي احنا محددينها. فساعتها هتشوف انت مشيت كام على محور اكس وكام على محور واي، وساعتها بنسمي النقطه دي اكس واي 5 و2 مثلا. فلو قدرت هنا احدد كذا نقطه على حدود الملكيه بتاعتي واوصل بينهم بخطوط مستقيمه، فهنا حددت حدود الملكيه بتاعتي، وهنا اقدر ابني فيها وما اطلعش عنها تجنبا لحدوث اي مشاكل. ودي زي الجي بي اس شويه، بس خلي بالك كل دوله وليها نظام خاص بيها معين. فلو بتبني في مصر مثلا، فكل نقطه في ارض مصر ليها احداثات معينه محليه مصريه وعالميه. بس السؤال هنا ايه هو الروبير ده، وبنحدده ازاي، وبننسب منه كل النقط بتاعتنا. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.